خلينا متفقين ان كل واحد فينا نفسه يلاقي شريك حياة حقيقي، شخص يطمنك لما تبص في عينه، شخص تسمع صوته تحس بالراحة. بس المشكلة ان معظمنا بيتساءل، طب ازاي اختار صح؟ ازاي اعرف ان ده هو الشخص اللي ينفع اكمل معاه العمر كله؟ هل الموضوع مجرد مشاعر ولا لازم عقل؟ اللي لازم نفهمه ان اختيار شريك الحياة مش لعبة حظ، الصدفة بتحصل كده وخلاص. ده قرار بيغير حياتك كلها، اما يخليها مستقرة ومليانة سكينة او العكس تماما. وعلشان نفهم الموضوع صح هنقدمه بشكل بسيط وواضح. هنقسمه على مرحلتين. المرحلة الاولى اساسيات الاختيار، الحاجات اللي لازم تسأل نفسك عنها قبل ما بتاخد اي خطوة. هل ركزت في الاساس؟ فكرت في الجوهر ولا لسه بتتأثر بالمظاهر؟ اساسيات الاختيار زي القيم المشتركة، ازاي هتكمل مع شخص مش بيشاركك نفس الدين؟ ازاي هتبني بيت من غير اخلاق؟ ازاي هتعيش العمر كله ومبادئكم مختلفة؟ تاني اساس التوافق النفسي، بتحس بارتياح اول ما بتقعد معاه؟ بتلاقي نفسك على طبيعتك من غير تصنع ولا بتحس ان في حاجة ناقصة كل مرة بتشوفه؟ ثالثا القدرة على التواصل، بتعرفوا تتكلموا بصراحة؟ الحوار بينكم بسيط وسهل ولا كل كلمة محتاجة شرح وتبرير ومجهود؟ رابعا النضج والمسؤولية، هو فعلا مستعد يفتح بيت؟ عارف يعني ايه التزام ولا شايف الزواج مجرد تجربة بيجربها؟ وبعد ما انتهينا من اساسيات الاختيار، الحاجات اللي لازم تسأل نفسك عنها قبل اي خطوة، لازم نعرف ان اختيار الشريك مش بيقف عند التفكير بس. المرحلة اللي بعدها هي الاهم، التعرف على ارض الواقع. هتشوف العلاقة بعينيك وتكتشف هل الشخص ده مناسب فعلا ليك ولا لا، واللي ممكن يوصل بيكم يوم من الايام لبيت واحد وحياة مشتركة. اولا الرؤية المستقبلية، هل اهدافكم وخططكم متقاربه؟ شايفين المستقبل بنفس الطريقه ولا لا؟ في توافق في الحياه اليوميه بينكم؟ ثانيا التعامل تحت الضغط، هل بيقدر يتحكم في اعصابه وقت المشاكل؟ يا ترى بيظهر الصبر والتفاهم وقت الازمات؟ بيعرف يواجه الضغوط معاك من غير ما يزودها؟ ثالثا التوازن بين العاطفه والعقل، هل الحب فعلا موجود بصدق ولا بيحاول يبينه قدام الناس؟ يا ترى القرارات الكبيره بتاخدوها بعقل؟ طب هل في توازن بين المشاعر والمنطق في العلاقه؟ رابعا واخيرا الاحترام والدعم، هل في تقدير وتشجيع متبادل؟ يا ترى بيقف جنبك وقت النجاح والضعف؟ طب الاحترام والدعم اليومي موجودين؟ وبكده هنقدم كل مرحله على حده ونشرحها بشكل مفصل. وبعد ما خلصنا الاساسيات اللي قبل الاختيار، دلوقتي هندخل على الاهم، مرحله ما بعد التعارف. واول اساس هو الاحترام والدعم. الاحترام والدعم هما العمود الفقري لاي علاقه ناجحه. ونبدا باحترام الكلمه. احترام الكلمه مش مجرد ان الكلام يطلع في مكانه، ده معناه ان كل كلمه بتتقال بيكون وراها نيه صافيه وتقدير للطرف الثاني. احترام الكلمه معناه ان كلامك يطلع بنبره هاديه وصادقه من غير تجريح ولا تقليل. الطريقه اللي بتتكلم بيها ساعات بتاثر اكتر من الكلام نفسه، فلو في احترام بيبني ثقه وراحه، ولو فيه قسوه او استهزاء بتكسر اي علاقه. الكلمه اللي بتتقال في وقتها وباسلوب محترم ممكن تحافظ على علاقه سنين. التقدير المتبادل. التقدير المتبادل هو الاحساس ان كل طرف شايف قيمه التاني ومش بيعتبر وجوده امر مسلم بيه. لما الشخص يقدر مجهودك حتى في ابسط الحاجات، ده بيخلي العلاقه مريحه ومتوازنه. التقدير مش بس بالكلام لكن بالافعال الصغيره اللي بتقول لك انا شايفك ومقدر تعبك. وغياب التقدير بيخلق مسافه، انما وجوده بيقرب المسافات اكتر يوم ورا يوم. الدعم النفسي. الدعم النفسي هو اللحظه اللي بتلاقي فيها شريك حياتك واقف جنبك وقت ما تكون ضعيف قبل ما تكون قوي. الشخص اللي بيشجعك في نجاحك مهم، لكن الاهم اللي يطمنك وقت خوفك ويهون عليك. الدعم مش بس في الكلام الكبير، ساعات بيكون في كلمه بسيطه او مجرد وجود صامت جنبك، وده اللي يفرق بين علاقه شكلها حلو وعلاقه حقيقيه بتستمر. تاني اساس من اساسيات ما بعد التعارف هو الرؤيه المستقبليه. معناه انك تشوف حياتك قدام مع الشخص التاني بوضوح، وده اللي بيحدد هل فعلا الطريق اللي هتمشوه سوا متقارب ولا كل واحد شايف حياته في اتجاه مختلف. اولا الاهداف الشخصيه. الاهداف الشخصيه بتكشف هل فعلا خطط شريك حياتك ماشيه مع خططك ولا لا. يعني لو هو عايز يعيش في بلد مختلف وانت شايف مستقبلك في مكان تاني، ده اختلاف جوهري. ولو هدفه يركز في شغله طول الوقت وانت شايف ان العيله هي الاولويه، هنا لازم وقفه. التوافق في الاهداف بيخلي كل طرف حاسس انه مش بيتنازل عن احلامه، انما تضارب الاهداف مع الوقت ممكن يولد خلافات كبيره. ثانيا الاولويات المشتركه. الاتفاق على الاولويات اساس لاستقرار اي بيت. في ناس شايفه ان الفلوس رقم واحد، وناس تانية شايفه ان الصحه او العيله هي الاهم، لكن الاولويات لو مش متقاربه كل موقف صغير هيتحول لنقاش كبير. لما الاولويات تكون مشتركه القرارات اليوميه بتكون اسهل. ثالثا الاستقرار الطويل. الاستقرار الطويل هنا معناه ان عندكم رؤيه واضحه للمستقبل مع بعض. هل عايزين تبنوا بيت واسره ولا لسه مش عارفين؟ وجود خطه مشتركه بيخلي كل طرف مطمن انه مش ماشي لوحده. لما يكون المستقبل مرسوم بشكل واضح بتقل مساحه القلق والشك، والنتيجه علاقه مستقره قادره تصمد مع مرور السنين. ثالث اساس بعد التعارف هو التعامل تحت الضغط. اللحظات الصعبه هي اللي بتكشف حقيقه الشخص اكتر من اللحظات العاديه. الطريقه اللي بيتصرف بيها وقت الازمه ممكن تبين هل هو شريك يعتمد
معتمد عليه ولا مجرد كلام. بداية، قوة التحمل معناها انه يعرف يواجه الظروف الصعبة من غير ما ينهار او يسيبك تتحمل كل حاجة لوحدك. الشريك الحقيقي بيبان وقت المحنة مش وقت الراحة. تحمله بيدي احساس بالامان انك مش واقف لوحدك في وش التحديات، ومن غير القوة دي العلاقة بتكون هشة واي ازمة صغيرة بتهدها. ضبط الاعصاب، الازمات مش محتاجة صدام ولا تبادل اتهامات، لكن محتاجة هدوء وعقل. الشخص اللي يعرف يحول المشكلة لمساحة حوار مش ساحة معركة بيخلي العلاقة اقوى. طريقة حل الازمات بتكشف درجة نضجه وازاي بيشوف الشراكة بينكم. لو بيدور دايما على حلول مش على كبش فدا، ده مؤشر قوي على نجاح العلاقة. القدرة على ضبط الاعصاب بتفرق جدا في استمرار العلاقة. الشخص اللي بيعرف يتحكم في مشاعره وقت العصبية بيمنع المشاكل الصغيرة تكبر. نبرة صوته وطريقة رده في لحظة توتر بتكشف قد ايه هو متزن. لما يختار الهدوء بدل الانفعال ده بيخلي البيت اكثر راحة واستقرار. رابع اساس بعد التعارف هو التوازن بين العاطفة والعقل. العلاقة مش بس حب ومشاعر، لكن كمان قرارات واقعية مدروسة. التوازن ده بيخلي العلاقة متينة وقادرة تصمد قدام اي تحدي. بداية من قوة المشاعر، الحب الحقيقي بيخلق رابط عاطفي قوي بين الطرفين، بيخلي كل واحد بيحس بالامان والتقدير. المشاعر الصادقة بتخلي العلاقة ممتعة. من غير العاطفة العلاقة ممكن تكون جافة ومسطحة. قوة المشاعر بتقوي الرابط اليومي وبتخلي كل موقف صغير بيحمل قيمة كبيرة. ثانيا، التفكير الواقعي مهم علشان تحافظ على استقرار العلاقة وسط ضغوط الحياة اليومية. مش كل موقف بيستحق الانفعال او اتخاذ قرار سريع. الشخص اللي بيفكر بشكل منطقي بيساعد الطرفين على تجاوز المشاكل من غير ما يكسر العلاقة. التوازن بين العقل والعاطفة هو اللي بيخلي كل خطوة محسوبة وواثقة. القرار الحكيم، افضل القرارات هي اللي بتتجمع ما بين العقل والعاطفة. مش بس تعمل اللي قلبك عايزه، لكن كمان تبص للعواقب والنتائج. القرار الحكيم بيخلي الشراكة متوازنة وبيحمي العلاقة من الاخطاء المتكررة. لما الشخص بيختار بحكمة ده بيعكس نضجه. وبكده نكون جاوبنا على السؤال المهم، ازاي تختار شريك حياة بشكل ناجح. اتكلمنا عن جزئين اساسيين. الاول قبل الاختيار اللي اتكلمنا فيه عن الحاجات اللي لازم تلاحظها وتشوف الشخص من بعيد، والجزء الثاني بعد التعارف، مرحلة ما بعد التعارف لما العلاقة بتبان على ارض الواقع. اختيار شريك الحياة الصح مش صدفة. اختيار شريك الحياة الصح مش صدفة، لازم تبص على قيمه وتصرفاته قبل اي خطوة، وساعتها تعرف اذا كان في توافق حقيقي بينكم ولا لا. وبالشكل ده هتقدر تختار شريك حياتك بثقة وتبني حياة مستقرة.